عليكم اخوتي، مرحبا بكم. اليوم غادي نعملوا واحد الطاجين ديال الجداد بالزبيب وبالبصل. وهذا الطاجين شريته جديد، وننصحكم ملي تشريو الطاجين جديد بيتوه في الماء، يبات في الماء، وغدا في الصباح دهنوه بالزيت وخليوه في القينه اولا خشيوه في الفران يكون مطفي، وخشيوه في الفران يبقى يشرب هذيك الحراره، اولا خليوه في الشمس. انا خليته في الشمس واحد المده ديال 3 سوايع حتى تشاد وما بقاش يفازك، ودهنته شويه بالزيت عاود رديته القيله، المهم تسخن وما بقاش يفازك شرب الماء. دابا غادي ندوزو نطيبو. غادي نعملو واحد مطيشه متوسطه في القاع، ونعملو بصيله كذلك متوسطه. بسم الله. وغادي نستف الدجاج في الوسط هيدا بهذا الشكل. غادي نعمل شويه د المعدنوس. عندي لقامه الخرقوم سكنجبير والابزار، عويد القرفه، لقامه مخلطه والملحه. غادي نعملها في الزلافه، نحركها. وغادي ندوز نعمل البصله. بسم الله. بصله من فوقي، البصله غادي تطيح. غادي نعمل كويس صغير ديال الزبيب نعملو فوق البصله. وغادي نعمل مونياطه تطحلوه، درت وحده كبيره قطعتها، قشرتها وقطعتها على 4. غادي نعمل المعدنوس من فوقي شويه اللي بقالي، وهذه لقامه. بسم الله. نعملها من فوقي. طاجين خفيف ساهل، ما متعب، ما حتى شي حاجه، ما كياخذ لا وقت لا والو، في نفس الوقت كيجي معسل لذيذ بنين. ودابا نعملو الزويته. زيت العود ضروري منا، اللي ما بغاش زيت العود بزاف خلط بالبيضه. وهذا الطاجين ديالنا واجد. ها هو. دابا غادي نردوه للعافيه فوق النار. ونصحكم الطاجين د الطراف دائما النار تكون مهيله، ما تكونش عاليه، بالخصوص اذا كان الطاجين باقي جديد، باقي اول مره، باقي بارد ديك الفزاك، العافيه تكون غير مهيله. ودابا خليوه يطيب. وملي يطيب نتلاقاو. مرحبا. ها هو الطاجين باقي ما طاب، ها هو كيقرقر. انا فتحته باش نوريه لكم، هو من الاحسن ما تفتحوش، خليه يطيب في الربو ديالو.